في أجواء احتفالية وبالتعاون مع شركة الاتصالات جازي، قامت الكشافة الإسلامية الجزائرية بتوزيع 8,000 حقيبة مدرسية معبأة بكافة الأدوات. وتحت شعار نمشي من أجل المدرسة، أطلقت الحملة التضامنية من طرف جازي لصالح أطفال العائلات المعوزة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، للمساهمة في شراء كل المستلزمات المدرسية، والتي ستتكفل الكشافة الإسلامية الجزائرية بتوزيعها في جميع أنحاء الوطن. Le but تاعها c'est d'apporter, comme j'ai dit au départ, le sourire على البراعم على les Algériennes et les Algériens, nos enfants, qui sont le futur de notre pays, qui sont le futur aussi تاع الجزائر et la nation. نمشيو للمدرسة et c'est tous les clients de l'opérateur, tous les clients de Jay-Z qui ont pu participer à cette démarche. يعني toutes les citoyennes et les citoyens qui ont pu participer à cette démarche, c'est de marcher. Le principe تاعها نمشي et puis quand je marche au bout d'un certain nombre de pas نقدر ندير ma conversion. هاد la conversion تقدر تكون pour des gigas يعني pour l'utilisation personnelle ou individuelle des citoyens et des clients, وتقدر تكون faire la conversion en dons. كما انطلقت الخميس الماضي قافلات التوزيع، فيما لا يزال عدد الحقائب يرتفع بفضل تطبيق جازي الذي يتيح للمستخدم تحويل خطواته إلى نقاط والتبرع بها. احنا الهدف تاعنا هو انه ايصال هذه المساعدات وتكون يعني المساعدة تصل الى محتاجيها سواء على 58 ولايه، وبدينا في العمليه ومع الشريك تاعنا اللي نشكروه على كل حال، كل عام يقدم لنا المساعدات هذه من اجل يعني ايصالها للعائلات المتضرره، العائلات يعني لو مونك دي موايا المعوزه. وحنا هذا شرف لنا كبير لانه الجزائر محتاجه لابنائها كلهم. الكشافه الاسلاميه الجزائريه صافي بارتي دو سات فامي كيما دي فامي الجيريان، يعني سواء عنده ولا ما عندوش. هذا الاحتفال تاع الدخول المدرسي سي بور تو الموند. الطفوله تاع الجزائر مهما كانت عندها ولا ما عندها شيء، ندخلوا ديك السرير هذا كما قال السيد ممثل شركه جيزي، انه نوصلوا هذا نديروا الفرحه في وسط الابناء تاعنا الى غير ذلك.